السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفة جديدة، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الخبز بطريقة وطعم مختلف. خبز المبسبس التونسي. غادي نعطيكم جميع الاسرار باش ينجح معكم، وغادي نشاركو معكم بدون دقيق ابيض، يعني صحي وديال هذا الجو. صدقوني شي حاجة اللي رائعة واكيد غادا تعجبكم، وما في لا عذاب لا تمارة، يعني دغيا كيوجد فضلا وليس امرا. الله يسهل امركم ويحقق لكم كاع داكشي اللي كتمناو. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج. الناس اللي اول مره كتزور القناه كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. ودابا بلا ما نطول عليكم، بسم الله على بركه الله. انا عندي تقريبا واحد نص زلافه كبيره ديال الفرينه البلديه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق على حسابكم نتوما كديروا الكميه اللي غتكفاكم. وهنايا عندي تقريبا واحد زلافه كبيره ديال الدقيق القمح الكامل. هذا كنشريه مغربل، يعني كيكون بالنخاله ديالو، ولكن كنشريه مغربل من عند مول الطاحونه، اولا ممكن تغربلوه في البيت. وممكن كاين اللي بغي هو في الاصل كيخدموه بالدقيق الابيض، انا مبغيتش ندير الدقيق الابيض. هنايا عندي واحد الملعقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم. الخرقوم العرق اللي كيكون مدقوق على يعني على الايد، لانه صحي وهو السر ديال هذه الوصفه. ملعقه كبيره ديال الخميره الخاصه بالخبز. وهنايا درت واحد ملعقه صغيره ديال الملح كتبقى على حساب الذوق. حبه ديال البيض كتكون بالحراره ديال المطبخ. وهنا درت خليط ديال الزرارع، هادو كيتباعوا مخلطين. ممكن ديروا الزرارع اللي عندكم، ديروا الزنجلال، ديروا النافع، ديروا اي حبوب كتفضلوا. وهنا درت شويه ديال الزنجل الاسود وشويه ديال البافو. يعني دوك الحبوب دائما كتبقى اختياريه وعلى حساب المتوفر. وهنايا درت واحد الياغورت اولا زبادي بدون سكر وبدون نكهه، ويكون بالحراره ديال المطبخ. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا تقريبا درت واحد 550 غرام بحال هكاك. هذا هو القياس اللي درت، والكميه كتبقى على حساب كل واحد. وهنا درنا واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت الزيتون. الا كان زيت زيتون كيكون من الافضل، ما كانش كتعوضوه بالزيت العاديه باش كيعطيكم داك الهشاشه لهذا الخبز. ودرت ملعقه صغيره ديال العسل، اي عسل عندكم. هو غير الصراحه الا كان عسل يعني حر كيكون من الافضل، ما كانش ممكن تستغنوا عليه، غير هو باش كيجيكم داك اللون المحمر. اللي ما بغاش يديرو ممكن يستغنى عليه، اولا ممكن تعوضوه بالسكر. وغادي نجمع بالماء دافي. وصدقوني هاد العجين راه ساهله، راه ما غادي نتعذبوا معاها، ما غادي نبقاو ندلكو فيها ونعاودوا، لان فيها الدقيق القمح الكامل. كيف كنقول لكم دائما، كاع الحويجات اللي كنخدموا بهم فيهم الدقيق القمح الكامل راه ما كيكونش فيهم تماره ديال الدليك وعاود، ماشي بحال اللي كيكون في الدقيق الابيض. يعني كتكوني كدلكي انت كتجريه هو كيجر، ولكن هذا راه ساهل. راه الاخوات اللي كيجربوا هاد الدقيق راه هما يخليوها ليا في التعاليق، راه ساهل. يعني ما فيش الخدمه ديال بقى تدلكي وتعاودي صافي. والعجين خاصها تكون مرخوفه، يعني كتكون شويه كتلتصق على الايد. بالنسبه بزاف البنات كيسولوا على الكميه ديال الماء، راه ما نقدرش نعطيكم كميه مضبوطه، لان على حساب النوعيه ديال الدقيق. كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا، وكاين يعني خدمته بالدقيق الابيض ماشي هو الدقيق القمح الكامل. هذاك الشيء علاش ما كنبغيش نعطيكم الكميه مضبوطه، لان لا درتو نفس الكميه ودرتو الدقيق الابيض يعني غتخسر لكم الوصفه. صافي ملي جمعت العجين حصلت على عجينه رطبه كيشتوني ما دلكتهاش بزاف، غير ديتها وجبتها غطيتها دهنتها بشويه زيت وغطيتها تقريبا، خليتها 30 دقيقه يعني تضاعف الحجم ديالها. دابا كنجي كنحيدها من داك الاناء وكنديها ونجيبها باش كنزول من داك الهواء والغازات اللي تجمعوا فيها. وشوفوا تبارك الله واحد العجينه اللي اكثر من رائعه، يعني كتعشقوا انكم غير تبقاو خدامين بها، لانها رطبه بزاف. وخصوصا هذاك الياغورت ومع داك الزيت كيعطي واحد الرطوبه راه ما نقولش لكم. كتقطعوها على حساب القياس اللي بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا تقريبا درت فيهم 160 غرام. وهنايا كناخذ شويه ديال النخاله ديك الرقيقه اولا الحمراء، ولا قرصوا نتوما باش بغيتو ديروهم بالفينو، باش ما بغيتو تقرصوا اللي متوفر. كنرش غير شويه، راه ماشي كنرش بزاف، يعني غير باش لان العجين كتكون كتلتصق. صافي حتى كنكملهم وكنبدا بالاولى. كنرش تاني سطح العمل غير واحد القبيصه، يعني باش ما تلتصقش ليا على سطح العمل. هانتوما كنبسطهم، يعني لا درتو الدقيق القمح الكامل ما تبسطوش بزاف،
لان ماشي بحال الدقيق الابيض، يعني ما باش يجيكم يعني رطب وما يشربوش لكم الفران. المهم كيبقى شويه غليظ صافي. وكنحطوا فوق واحد اللاطه اللي مفرشه بالورق ديال الطبخ صافي. وغادي نستمر، ها نتوما راه شفتوا السمك ديالو راه باين والصوره واضحه. غادي نستمر حتى غادي نكمل وغادي نرجع معكم. صافي ملي كنكمل غادي نديروا لهم هاد الشريطات بحال هكا، يعني على العرض وعلى الطول، باش كيجينا داك الشكل ديال هذاك الخبز اللي قلت لكم المبسبس. وكيبقى لكم الاختيار، ما بغيتوش ديروا هاد الشراطي كديروا غير جوج شرطات ولا اللي بغيتو. دائما التزيين كيبقى اختياري. هنا خديت اصفر بيض، ضفت ليه قطرات ديال الحليب، اولا ممكن ديروا قطرات ديال القهوه سريعه الذوبان، اولا قطرات ديال الخل باش تحيد لكم ديك الزفوره صافي. وكندهن هاد مباشره كما كملت كندهنوهم، يعني كندهنوهم كاملين باش كيجي داك اللوين ديالهم في الاخر. غادا تشوفوا النتيجه يعني كتجي كتحمق. كندهنهم كاملين وغادي نزينهم. وبالنسبه للتزيين الاخير زينوا باش ما بغيتو. انا مادام عندي هذوك الحبوب اللي قلت لكم كنشريها يعني مشكله، زينت بيهم. وانتم زينوا باش ما بغيتو، راه ممكن تزينوهم غير بالزنجلان العادي ولا الزنجلان الابيض ولا الاسود اللي متوفر. صافي دابا غير غادي نزينهم. هنا مازال غادي نزيد شويه ديال الزنجل الاسود وشويه ديال البافو صافي. وغادي نخليهم يختمروا. بالنسبه لهاد المره ما غياخذوش لكم وقت كثير في الاختمار، يعني على ما كيسخن لكم الفران تقريبا ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. انا الفران عندي كيتعطل شويه، غنديرهم على اعلى درجه عندي في الفران 250 درجه، النار من التحت ومن الفوق، يعني يطيبوا ويتحمروا ونخرجهم. ونفس الطريقه كتعملوها بالنسبه للفرن ديال الغاز، النار كتكون مجهده، يطيب لكم من التحت وشعلوا عليه يتحمر من الفوق. يعني كديروا ليه الطياب ديال الخبز العادي، انا كنعرفوا الخبز كيبغي النار تكون مجهده صافي. غادي ندخلوه يطيب ويتحمر ونخرجوه ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا، كيجي كيحمق. صدقوني راه غير اللون ديالو والمنظر ديالو كيشهي بلا ما نشرح لكم وبلا ما نقول لكم النتيجه. كتجي كتحمق، شوفوا تبارك الله، وكيجي مفشفش وكيجي رطب ومنسم بهذوك الزرارع وبهذاك زيت الزيتون وبالخرقوم او الكركم. صدقوني وصحي. انا ما كرهتش نديرو بالخميره البلديه، ولكن نظرا لضيق الوقت عفوا ما قدرتش نديرها. اما ان شاء الله الا طول ربي في العمر نقدر نشاركو معكم بالخميره البلديه. شوفوا كله مفقع، كله مهوي، كله مفشفش، شي حاجه اللي متميزه وناجح 100%. غير جربوه بعينيكم مغمضين. غير كيف ديما تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش الوصفه تنجح معكم. وانا غادي نقطع لكم مازال. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. والله يسهل امركم ويحقق لكم كل ما كتمنوا. وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج. ودمتم في رعايه الله ومع السلامه.